وذلك لليوم الرابع بمقر السفارة المصرية في واشنطن، في إصرار لأن يكون لهم صوت في رسم المستقبل. معايا الأستاذ بيتر رزق الله، وهو منسق حملة عبد الفتاح السيسي في العاصمة الأمريكية. أستاذ بيتر، مساء الخير. أهلا، مساء النور يا فندم. ممكن تجمل لنا اللي حصل النهاردة لغاية دلوقتي؟ لا، هو تصحيح صغير. أنا منسق الحملة الشعبية لواشنطن. ليس الحملة الرسمية. لا، ليس الحملة الرسمية. اتفضل يا فندم. احنا مجموعة من الشباب بنحاول نقدم حاجة لبلدنا، ان احنا ننزل ونشارك في الانتخابات. اما بالنسبة لواشنطن فالأعداد أول مرة أشوفها في حياتي خلال ال4 أيام كلها. يعني احنا يوم الخميس ما كنتش متوقع العدد، يوم الجمعة كان يوم جميل جدا، يوم السبت والحد كان يوم احتفال شبيه بالاحتفال زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. حاجة جميلة جدا، الناس فرحانين. والنهاردة اليوم الخامس، وبقول للناس يا ريت اللي بيسمعنا في أمريكا كلها، خصوصا في لوس أنجلوس اللي المفروض ان هم هيشاركوا النهارده كمان، ان هم ينزلوا. الاعداد دي هي كويسه، بس لازم كلنا ننزل ونشارك. احب اوجه لسيادتك حاجه صغيره. لو لاحظت ان معظم الناس اللي صوتوا، هنقول انا ما عنديش ارقام. طيب انا عايز اسال حضرتك على حاجه. كان في الصوره كان في تواجد برضو لبعض المنتمين لجماعه الاخوان ورفع شعارات لرابعه، ويعني كانوا على الرصيف المقابل. التعامل تم باي طريقه؟ انا شايفه انه الناس فقط تعبير عن الراي من الجانبين. لا، هو الاعداد بتاعتهم ما كانتش كبيره جدا. هم جم علشان يفسدوا الاحتفاليه، بس المصريين عملوا وروهم الرساله. هم وروهم الرساله ان احنا فعلا عايزين كده، المصريين عايزين كده. وعايز اقول لحضرتك ان معظم الشباب، هو عفوا استاذ بيتر من واشنطن، بشكرك وبنتقل لرفع